خطوة باتجاه البناء المتقن لتثبيت الأساسات الصحيحة، وأخرى كانت باختيار العناصر الكفؤة. هذا ما سار عليه اتحاد الريشة الطائرة البارالمبي منذ تأسيسه ليكون ناجحا بكل المقاييس، حاله حال بقية الاتحادات البارالمبية الأخرى التي أثبتت جدارة وتفوقا في مشوارها الرياضي. الاتحاد مثل ما تعرف حديث التأسيس، رغم حداثة تأسيسه لكن شارك في بطولات دولية، والحقيقة نال إعجاب الاتحاد الدولي في مشاركته في أسياد آسيا. تميزوا عندنا لاعبين مثلا علي عدنان وأشرف حسن، كانوا لاعبين جيدين، وصلوا من دور ال 32 إلى دور الثمانية. بطولة العراق بالريشة الطائرة البارالمبية ضمت نخبة من اللاعبين الذين تنافسوا بشدة كبيرة فيما بينهم على مدى يومين، تشاطروا لهدف واحد هو تحقيق النجاح ليس فقط في هذه المسابقة وإنما على المدى البعيد الذي يتطلب منهم أداء فذا لنيل الألقاب على جميع الصعد. الحمد لله البطولة أخذت انتشار واسع، ما كنا متوقعين اشتراك عدد كبير، هي 13 فريق 9 لجان و4 أندية، ما يعادل 57 لاعب. احنا على الطريق إن شاء الله الصحيح، وعندنا لاعبين سوف يشاركون في بطولات عديدة، والحمد لله نفس ما تفضلت أستاذ. عندنا لاعبين مصنفين 33 على العالم، 36 نفس ما تفضلت، هو اتحاد فتي، وإن شاء الله نحو الأفضل إن شاء الله. شاهدنا مستويات جدا رائعة، الصغار بالسن صراحة فاجئونا بمستواهم. الحمد لله حصلت على المركز الأول والثلاث مرات. نطمح إن شاء الله وصولنا للمحافل الدولية بهذا المستوى إن شاء الله، وأتمنى من الجميع دعم هاي الشريحة. الصفحة الأخيرة من المنافسة شهدت إعلان النتائج، إذ حصلت لجنة بابل على المركز الأول، وكان في مركز الوصافة لجنة البصرة، أما المركز الثالث فكان من نصيب لجنة واسط. تسارع اللعبة وتطورها بوقت قياسي علامات تدل على أنها سائرة بالمجالات الصحيحة وتنفيذها للخطط المرسومة بعناية فائقة. هذا الشيء جعل انطلاقتها تكون قوية. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.